صباح الخير، يا رب يا حبايبي تكونوا بخير. النهارده في كام حاجة كده عايزة اتكلم معاكم فيها. اولا كده، في موضوع العيش المبلول اهو قدامكم اهو. العيش المبلول مع البرسيم مع بطاطا مع بواقي اكل عيش. هو الفكرة في حاجة، لو انت العيش هياكلوه ناشف طري هيتاكل. بس عايزة افهمكم حاجة. لو كان عندك ناشف فايه كسريه صغير قوي بحيث ان هم يقدروا ياكلوه. العيش المبلول في ناس بتعترض عليه. بصوا، رغم ان انا في حاجة عندي هقول لكم برضك عليها في الكلام. عندي هنا الفراخ الهندي والفراخ الحجازي بيحبوا العيش المبلول جدا. احنا بيتقال مثلا العيش المبلول عشان ما يتخمرش، عشان ما يقعدش. انت لو جنب منك كده حبة صغيرين وانت قاعدة عملتيه لهم، بلتيهم لهم بحبة مية كده بحيث ان هم يقدروا ياكلوهم كده كويس جدا. لكن ما تعمليش كميات كتيرة والاكل يترمى عندهم. يعني انا مثلا زي ما باجي كده باكلهم، وقبل بمشي بكون حاطه لهم اكل. بلاش ان انا اكتر عشان ما يقعدش، عشان دبان ما يجيش عليه، عشان ما يتخمرش، عشان ما يأذيهمش. انا حطيت لهم حبة صغيرين كده هياكلوهم قبل ما نمشي. او بمعنى اصح الجو مش حر قوي فالعيش مش هيبوظ. يعني هيتاكل بس مش هياكلوه بايظ، مش هياكلوه عامل عفونة، مش هياكلوه متخمر. هو كويس للفراخ على فكرة. عايزة اقول لكم ان البطاطا مع الوقت لاحظت ان هي جايبة نتيجة. البطاطا كويسة، اعتمدوا عليها برضك بدل العلف. العلف ده ممكن تنسوه خالص لو ما عندكمش انتوا طيور صغيرة. العلف بتحتاجيه عشان تسمني. والله بكلمكم بجد، جابت معايا في البط نتيجة جميلة انا ما كنتش اتخيلها. بصوا تبارك الرحمن، انا عندي البط بصوا ما كملش الشهرين، او ممكن ما اقفلهمش. بصوا الاحجام جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله. يعني انا بصوا، يعني انا لحد يعني ممكن يعني اديهم مثلا العلف ده فين وفين. بس ما بحط لهمش كيلوات او وجبه كامله بالنسبه لهم، لا ممكن حاجه بسيطه ده لو عندي، بس مش بشره لهم. لو عندي مثلا شويه من مكان ما انا باكل مثلا الكتاكيت الصغيره دي زي ما انتم شايفين، ممكن اديهم شويه معاهم. لكن انا العلف ما بعتمدش عليه معايا مع الطيور الا في الحاجه الصغيره، اللي هي الكتاكيت الصغيرة اللي هي عمر ايام. حاجة عايزة تسمنيها، والله بكلمكم بجد، البطاطا جميلة، جربوها وهتغنيكم عن العلف نهائي. حتى لو عندك طيور صغيرة ممكن تعملها لهم بأي طريقة اللي هم يعرفوا ياكلوها. انا عن نفسي ببشرها نية للطيور والبط. في ناس بتحب تسلقها، في ناس بتحب تقطعها انتي يعني شوفي انتي عندك الطيور بتاعتك هتعرف تاكلها ازاي، يعني حجمها ازاي هيبقى. الحمد لله. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان. عندنا الفراخ، احنا كنا بنتكلم على الفراخ البياضه. الفراخ البياضه عندك المشعر، عندك البلدي الحر. بصوا الاحجام الصغيره دي بلدي حر، واللي جنبها دي بلدي حر. كل ده فيها جين وفيه بلدي حر. بس انا هقول لكم على حاجه، انا لما بلاقي الفرخه كده عدت ال2 كيلو مش بخليها، بذبحها. لاني هتبيض بس مش هتبيض زي الفرخه الرفيعه، الفرخه الخفيفه في الوزن. فاكسب لي انا، يعني انا عن نفسي بربي فراخ كتير، اي نوع كده انا ممكن اجيبه وعادي. بس الفرخه اللي انا بلاقيها كبيره وزنها تقيل بذبحها، مش بخليها. بخلي اللي هي الرفيعه، اللي هي ممكن تبقى عندي كيلو وربع، ما تعملش كيلو ونص. يعني بصوا، يعني دي مش هتعمل كيلو وربع. تمام. شايفين دي اسمها ايه؟ اسمها الفيوم الذهبي. ليها اختها، عايزه اقول لكم يعني وزنها تقيل. انا حاولت امسكها ما عرفتش، فانا ممكن اذبحها انا عندي اكلها، لكن مش هخليها للبيت. ودي بس هي دلوقتي دي شكلها حلو كده، بس لو زادت عن الوزن ده، في على فكره من الشكل ده بالظبط هتلاقوه في البلدي، اللي هو البني في اسود ده. بس بيبقى وزنه خفيف. انت اي كتاكيت عندك تربيها للبيت بلدي، انت كده الحاجه ما تكبر عندك مش لازم نوع معين. يعني انا بكلمكم على خلاص التجارب، انا شفتها. ما تجيبيش حاجه معينه، افضل حاجه وارخص حاجه هتلاقيها البلدي الحر، دي احسن حاجه.
لقيتي كبرتيهم عندك، لقيتي الفرخة عندك حجمها هيبقى مثلا 2 كيلو، لا اذبحيها بالهنا والشفا كده. هي مش بتاعت بيض، هي بتبيض بس مش بتبيض زي الخفيفة، لان من جواها هتبقى فيه دهون، والدهون هتقلل موضوع البيض، هيقل معاكي. بصوا الفرخ الهندي، بصوا عايزة بصوا واحدة واحدة كده معانا. الفرخة الحجازي الحمد لله انا شايفة رجليها بدأت تتحسن عن الاول. بصوا يعني انا عندي، بصوا عايزة اقول لكم على حاجة، الفراخ البياضة دي انا يمكن انا ما بيكملش عندي السنة، يعني دايما كده اول ما يبدأ الحر مثلا في شهر 6 شهر 5 شهر 7 ببدأ اجيب كتاكيت صغيرة وبربيها اكبرها لغاية ما احس ان هي لعمر البيت كده تمام. زي ما انا قلت لكم بنتقي اللي حجمها كبير دي ما بخليهاش للبيت، ويعني مش على طول يعني، او يعني انت مش هتاكلي كل يوم 3 4 فرخات يعني. الفرخة اللي تلاقيها بعينك كده خلاص مش كبيرة خديها اذبحيها، وفي الاخر بيطلع فيها ديوك، بيطلع فيها اوزان كبيرة. انا بستغنى عن الديوك، يعني انا دايما بجيب حتى عدد كبير، يعني ممكن اجيب 30 اكبرهم واجيب 30 تانيين اكبرهم واجيب 3 4 شهور بتوع الصيف دول انا بتبقى بالنسبة لي فترة ذهبية، لان انا بجيب كتكوت عمر يوم، فما بدفوش بقى ولا كهرباء ولا حاجة. انتوا عارفين الكتاكيت صغيرة فلازم بتعوز دفا، فانا مش بحب اجيبهم في الشتاء. بس رغم ان هو في الشتاء بيبان الكتكوت عليه احسن من الصيف، بياكل كتير وبيكبر منك بسرعة، لكن هي فكرة التدفئة عندي هي انا اللي بتضايقني، فبضطر ان انا اجيب الحاجة في الصيف. وعلى مدار الوقت يعني 4 5 شهور ببص الاقي الفرخة باضت عندي. طبعا قبل كده بكون واخدة الديوك مثلا دبحاها، اللي مع بعد الثلاث 4 شهور دي لو لقيت حاجة وزنها اكتر من اللي انا محتاجاه فلا بذبحها عادي كده وبستغنى عنها. يلا ناخدوا كده جولتنا. الاكل اهو زي ما انا قلت لكم، بواقي البيت، برسيم، عيش مبلول، البطاطا اعتمدي على البطاطا لو بتسميني حاجة عندك حلوة جدا. العيش لو عايزة تحطه لهم متكسر ناشف، لو هتسيبيه وقت مبلول وانتي قاعدة كده ياكلوهم كده تمام كده خلاص. عايزين ناخدوا جولة كده عشان نشوفوا بقى ايه الكتاكيت. انا الحاجات اللي كنت حبساها هناك دي انا بدأت اطلعها في الشمس شوية. الكاميروني الصغير مع الكتاكيت دي بدأت اطلعهم من العشة دي عشان يتشمسوا بس شوية. وبصوا الرومي معاهم انا بس فاتحه لهم الفتحه الصغيره دي، بيدخلوا يطلعوا منها بس علفهم وميتهم جوه. بصوا زي كده بالظبط، مش هتدخل فرخه كبيره ولا بطه عشان يدخلوا وما ياكلوا الاكل بتاعهم. طبعا جوه اكلهم وميتهم، بس هم طالعين بس عشان الشمس. شكلهم حلو قوي في الشمس، الشمس حاجه كويسه جدا. حاولوا ما تحبسوش طيوركم لو عندكم طيور. الرومي اهي بدات الاحجام الحمد لله، بدات احس ان هم بيكبروا شويه عن يوم ما انا جبتهم. طبعا هم هيدخلوا لهم تقريبا كده في اسبوعين من يوم ما انا جبتهم. هم التلاتة الحمد لله زي شكلهم كده زي ما الست قالت لي كده هيطلعوا. دي كانوا فرخة وربنا كريم فيهم. زي ما انا قلت لكم اكلوا اي حاجة عندكم، ما تشغلوش بالكم باكل الطيور خالص. البط المسكوكي اهو ده عايزاه بس شوية كده وهطلعهم بره بقى على السطوح، بس انا قلت اخلص لهم حبة العلف. انا قلت لكم قبل كده انا مش بطلع الحاجة مع الكبار بالعمر، بطلعها بالحجم، يعني بفضل بعدها كده شوية مع نفسهم كده، وبعد يعني الحاجة الصغيرة لغاية ما احس ان هي مش بالوقت بالحجم بالنسبة لي حجمها كويس تقدر تدافع عن نفسها، فبسيبها ايه على السطوح كده مع بقية الحاجة. الفرخة دي برضك هندي كنت جايباها كتكوتة اهي، ممكن يكون فاضل لها كده شهر ونص او اقل، او ممكن يعني ممكن شهر ونص شهرين. الفرخة دي بتختلف شوية عن اللي عندي، بحس حاسة ان فيها دقن كده في رقبتها. ده نوع برضك من الفراخ الهندي على فكرة. الحمد لله. بنرجع بقى البط المسكوفي زي ما انا قلت لكم، يعني انا ممكن يومين كده 3 وهطلعهم بره، بس هستنى لغايه ما العلف بتاعهم يخلص اللي انا جايبه لهم
وبعد كده هطلعه. لان البطه دي زي يعني هم حجمهم مقارب للبطه اللي احنا جايبينها دي، قرب منها. فحتى لو طلعتهم كده ما فيهاش مشاكل، هيتعاملوا مع بعض. زي ما دي كنت جايباها الاول كنت حاساها انها منبوذه كده او خايفه منهم، بس مع الوقت اتعاملت معاهم وبدات اشوفها قاعده معاهم. عشان انا عندي هنا زي ما انتوا شايفين طيور، بط كبير وبط صغير. طبعا انت لو حطيتي الاكل للكبار الصغيرين هيخافوا ويروحوا، فحاولي تحطي في كذا مكان الاكل عشان الصغيرين ياكلوا والكبار برضو كمان ياكلوا. عشان الكبار مش هيدوا مساحة للصغيرين ياكلوا معاهم. فاحنا نحاول نحطوا اكل كذا كذا مكان كده عشان بقية الطيور ياكلوا. وطبيعي اللي بياكل بيشبع بيمشي. تعالوا نشوفوا الفرخة اللي احنا جينا لها امبارح دي عشان نشوفوا ايه الفأس عندها. هو انا كسرت واحدة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا دي تعتبر ام بديلة. طبعا ام الفراخ دي، الله اكبر اللهم صل على محمد. ام الكتاكيت دي الحجازي اللي بره، وباباهم برضك الحجازي. الكتاكيت دي حجازي زي ما انتوا شايفين. يعني انا الفرخه الهندي دي مش امهم، بس انا رقبتها عليهم، احنا قلنا الام البديله ليهم. بسم الله تبارك الرحمن. الكتكوت ده لسه طالع، بصوا بصوا مبلول ازاي. هحاول انا اخد البيض ده، القشر ده. طبعا انتوا عارفين انا ما البيض ده القشر ده برميلي بقيه الطيور بره وبياكلوه عادي، بس انا عايزه اوسع مكان. بسم الله تبارك الرحمن. بصوا الكتاكيت الحجازي ما شاء الله تبارك الرحمن. انا تاني مرة تطلع عندي كتاكيت حجازي اهي الحمد لله، غير التانيين اللي كانوا طالعين من كام يوم. عايزة اقول لكم كان الاب حجازي والام هندي، لكن دول حجازي الام والاب. بس انا ما رقبتش الام عشان عايزة اخد منها عينتين، بحاول اوفر مدة الرقد بتاعتها. وكانت دي بالصدفة عندي راقدة قبل كده، فقلت لا خلاص. لكن لو ما كانتش عندي حاجة راقدة كنت هرقدها ايه. بص الكتكوت المبلول ده الصغنون لسه. بص هما كانوا 8 عامة، 8 بيضات، 2 4 دي 6 7 طلعوا، والثامن اهو نائر اهو. فبقى يعني انا مش هينفع اخدهم النهارده. انا كنت متخيله هيطلعوا النهارده، هاجي النهارده هلاقيهم طالعين. لا مش هينفع اخدهم لان في واحده اهي لسه ما طلعتش، وفي واحد اهو لسه مبلول، فمش هينفع. دي دفع، وبما اني ما عنديش بيض ارقدها عليه تاني، فانا في الغالب هخليهم معاها كام يوم كده. بص الكتكوت انا هخليني معاكم كده شويه اشوف الكتكوت هيحصل ايه معايا. خلينا كده واحده واحده نشوفوا الكتكوت هيطلع واحنا كده مراقبينه ولا ايه الدنيا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الكتاكيت دي زي ما انا قلت لكم حجازي بيور. كنت قلقانه امبارح على اللي انا كسرتها لان كان فيها دم، فقلت ممكن اجي بكره الاقيه ميت، كنت خايفه من كده. بس الحمد لله لقيته موجود معاهم. نسيبوه كده بقى يطلع براحته. وعشان هنا كمان في واحد زي ما انا قلت لكم لسه مبلول لسه طالع اهو، بس دول حلوين. خدي الكتكوت من تحت امه اما تحسي ان هو واقف، مش لسه مش قادر يقف على رجليه، لا سيبيه لما تحسي ان هو واقف ثابت كده.
ما تاخديهوش من تحت مامته غير لما تحسي رجليه واقف على رجليه، مش نايم كده شويه. اهي بصوا، دي ام بديله، مش امهم، زي ما انا قلت لكم قبل كده. انا عايزه ابقى معاكم شويه كده نشوف الكتكوت ده. هم اللي هيرقدوا عليه اخواته مش امه اصلا. نرجعها شويه معاه عشان الجو غيم، ممكن يسقع، الجو يسقع. بكره بقى نشوفوا هنعمل ايه معاها. بكرر تكرارا كتير قوي ان احنا لازم يكون عندنا فراخ هندي في البيت. صدقوني بجد، الناس اللي مربيه اكيد هتبقى عارفه ايه مغزى كلامي. فراخ الهندي دي حاجه حلوه، جميله جميله جميله، بكررها عليكم كتير. اي حد عنده فراخ هندي لا بيربي اي حاجه عنده لازم يكون عنده حاجه هندي. مش شرط يكون عندي اسره ولا الكلام ده، لا، لو حتى فرخه واحده حلوه معاكي قوي هتعرفي قيمتها. في فأس مثلا، في بيض، اي حاجه عندك مش بترقد. لو عندك اي بيض مخصب من اي طير وحطيتيه تحتيها بس هي تكون بترقد يعني، هتلاقيها الحمد لله، هتلاقيها ما تعبتش معاكي في حاجه وحلوه. بصوا يعني اكلها اهو والميه، وبتقوم تاكل لوحدها وترجع مكانها تاني. هو المكان ده زي ما وريتهم لكم قبل كده مكان منفرد بيها خالص. بصوا، بص، نحاولوا بكره ان شاء الله نشوفه. يعني لو سبتهم معاها اكيد هفرش لهم الارض دي كراتين او حاجه، بس هتعرف تاكلهم هي وتشرب. يعني هتعلمهم، مش هتاكلهم في بقها، لا هي مش حمام يعني، هي هتعلمهم الاكل والشرب وهتدفيهم وهتتعامل معاهم. الفرخه دي جميله على فكره. هي دي مثلا تالت رقده ليها، بس ما شاء الله عليها. الفرخه دي انا بحبها. زي ما انا قلت لكم قبل كده، لو عندكم انتاج كتاكيت من تحت رقد يا تسيبوهم مع امهم واكلهم وشربهم، يا اما تاخدوهم طبعا تستقبلوهم على حلو قوي استقبالهم على العسل الاسود في الميه في الشتاء في الجو الساقع. حلو قوي العسل الاسود ده، بيدفيهم، بيديهم الحديد، بيبقى كويس جدا يعني. انا فضلته عن اي حاجه تانية استعملتها، وتدفيهم. مش مطلوب اكتر من كده. بصوا تحت منها الشكل جميل ازاي، بص حضناهم ازاي، سبحانك يا رب. بصوا مش باينين. عايزه اوريكم شكلهم، عاملاهم هي ازاي تحت منها. دخلوا عشان الدفء، عشان يتدفوا. بصوا هنا بقى الجناب مفيش حاجه. بصوا سبحانك يا رب. بصي، بص جايباهم ازاي تحت منها. زي ما انا قلت لكم هنسيبها لغايه بكره بس، ونشوفوا ايه اللي هيحصل معانا. الحمد لله انا مبسوطه، مش عايزه اسيبه. هيحاول يعدل نفسه. بص لان هو اتقلب، بص اتعدل ازاي، بص نايم ده ازاي.
بكرة ان شاء الله نشوفوا هنعمل ايه، ونكرر بكرة بعد ما ايه البيضة اللي موجودة دي تطلع ويكونوا نشفوا حتى على الأقل شوية. لأن أهم حاجة ما تاخديش الكتكوت من تحت مامته وهو جسمه مبلول، أهم حاجة. أشوفكم بكرة وباي.